وللتعليق انضم الينا من لندن استاذ الاعلام السياسي الدكتور مكرم خوري مخولة. إذا دكتور، هل يمكن وصف دعوة الاتحاد الأوروبي لبريطانيا بتسريع تفعيل آلية انسحابها بأنه موقف حازم وعقابي تجاه لندن، أم أنه موقف واقعي يسعى لتجاوز فترة الغموض؟ بصراحة أن رد الفعل من طرف بروسلز أو بروكسلز أو الاتحاد الأوروبي، رغم أنه في التصريحات الإعلامية يبدو صاخبا بعد الشيء، إلا أنه يأتي في إطار حملة مدمجة متكاملة لديها أهداف على الأقل، وإن لم تكن واضحة للعيان فهي واضحة في أذهانهم، وهي التالي: أولا، لا يريد الاتحاد الأوروبي أن تصاب أوروبا في عدوى الخروج، أي أن تقوم دول أخرى بالمطالبة بالخروج. هذا واحد. اثنين، الاتحاد الأوروبي لا يريد أن يقوم التيار اليميني المتطرف في أي دولة أوروبية بالصعود أكثر وأكثر، مما سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية أكبر. أما الثالث، فهم يريدون وقف أي تدهور في الوضع المالي وفي وضع اليورو، ومن ناحية أخرى العلاقات الاقتصادية. إذن هذه أهداف مجملة يريد أن يحققها الاتحاد الأوروبي، ولذلك يطالب لندن بالخروج فورا. نعم، إذا سمحت لي، هل يعني فعلا كما يقول البعض تسعى بريطانيا لابتزاز الاتحاد الأوروبي من خلال التملص من مسؤولياتها الأوروبية والاحتفاظ بامتيازاتها فيه، كما قالت المستشار الألماني أنجيلا ميركل؟ الحقيقة هي أن أولئك الذين أداروا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي لم يملكوا وليس لديهم الآن خطة مهنية اقتصادية سياسية للخروج. وأولئك الذين في الحكومة بمن فيهم رئيس الحكومة الذي أعلن أنه يريد الاستقالة ديفيد كاميرون كان ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي منطقيا أنه لن يوفر أي خطة خروج لا يوافق عليها. إذن عدم وجود خطة خروج لأولئك الذين نجحوا وهم في المعارضة هي مشكلة أساسية. إلا أن الموضوع الآن هو أنه هناك منافسات ومساومات في السياسة، مما يجعل بريطانيا تريد أن ترقص دول الاتحاد الأوروبي وفقا لسيمفونية لندن، ناسيين أن لندن هي خبيرة في المسرح الشكسبيري والتراجيديا التي حصلت في الاستفتاء البريطاني، وليست في سيمفونيات الموسيقى الكلاسيكية التي نعرف أنها أصلا في ألمانيا وأوروبا الكبرى. نعم، طب هذه الخبرة البريطانية يعني تدفع البعض ليشكك في إمكانية خروج بريطانيا ويعتبر الأمر مجرد مناورة للموافقة على شروط بريطانيا للبقاء في الاتحاد الأوروبي. ما مدى واقعية وجدية هذا التصور؟ هذا يعني سيناريو ممكن أن يكون واقعي. أولا، لأن ممكن جدا أن تقوم اسكتلندا بإيقاف نتيجة تطبيق الاستفتاء الذي حصل من الناحية القانونية. ثانيا، هناك عريضة وقع عليها ملايين من البريطانيين يريدون إجراء استفتاء آخر. ثالثا، هناك قانونيون كبار يقولون أنه ممكن جدا للبرلمان البريطاني اليوم، والذي أصلا شرعنا إقامة الاستفتاء أصلا، ممكن أن يقوم اليوم بالتصويت على إلغاء نتيجة الاستفتاء. إذن ممكن جدا أنه هناك إطار لمساومات جديدة في أطر قانونية لكي تحصل بريطانيا على مواقف وباقات أفضل لتحسن موقفها. والسياسة والعلاقات الدولية مليئة بالابتزاز، وهم يرون في ذلك يعني عمل شرعي تجاري لخدمة مصلحة المواطنين، رغم أن الاتحاد الأوروبي لا يرى ذلك، لأنهم أمنوا بريطانيا ووثقوا بها وظنوا أنها ستكون يعني شريك متساوي ونظيف، إلا أنها لا ترد الجميل بالمثل. شكرا جزيلا لك من لندن أستاذ الإعلام السياسي الدكتور مكرم خوري مخول، شكرا جزيلا لك.